السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنات كيف نتوما؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غنحضر معكم زعزع اللي عايز زعزع كبير وصغير، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. والى عجبكم البنات ما تنساوش تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي. الناس اللي دخلوا عندي جدادين كنقول لهم مرحبا والف مرحبا، البيت بيتكم والقناه قناتكم. كنتمنى ان شاء الله هذا العصير ينال الاستحسان ديالكم وتجربوه في المنازل ديالكم. غنحضروا معكم بطريقه سهله بنات وغير مكلفه واي واحد يقدر يحضره، وبالفواكه يعني متوفره في كل بيت، وطريقه سهله ما كنصعبش عليكم انا فيديوهات. ويلا الغزاله ديالي غندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، نبداو على بركه الله. غنحتاج هنا واحد جوج لافوكا بحجم كبير، كذلك بنات غنحتاج واحد جوج الاناناس، كنحتاج 4 بنانات حجم صغير، الا عندكم بنان كبير عملوا غير جوج، 3 تفاحات، وغنحتاج هنا قرقاع تمر وبيان. اي حاجه عندكم البنات داك مكسرات تقدروا تضيفوها، حتى الزبيب تقدروا تضيفوه. غنبدا عندي هنا واحد الطرب كهربائي، غنضيف فيه لافوكا، ديك جوج لافوكات غنعدلهم في الطرب كهربائي يا بنات. من بعد غنضيف واحد جوج مغارف ديال السكر، وكذلك بنات غنضيف واحد كأس ديال الحليب. غنطحن جميع العناصر مع بعضياتهم. من بعد ما كطحن بنات هذوك العناصر كاملين كطحنوا مع بعضياتهم، كيجيك الخليط ثقيل. ما تخافوش الخليط كيجيكم على هذا القوام هذا كيف ما كتلاحظوا في الصوره. تبعوا المقادير وحتى الطريقه بنات ويجيكم واحد زعزع كيحمق. هنا غنزول داك القرقاع والبيان غنزلو في واحد الطبسيل، وكذلك عندي هنا التمر غنزول له العطام ديالو. كتزولوا الكميه اللي عندكم التمر كامله، ومن بعد كتقطعوها بنات طريفات طريفات صغارين. هذا التمر هذا غير غنزينو به زعزع. كذلك بنات من بعد ما قطعت التمر شبرت هذاك البيان، وبقيت نهرمشو غير في واحد مهراز صغير. من بعد غنضيف القليل في العصير، وكذلك غنضيف على ديك العصير واحد شويه ديال العسل. المهم هادشي هذا خصني نعدلو في الاول وانا نسيت. نتوما ملي تبغيو طحنوا لافوكا عدلوا معاها شويه د البيان ولا اللوز، وكذلك عدلوا معاها العسل، كيجي واحد العصير غزال غزال كيحمق. غنبقى نقطع انا الفواكه ديالي، وكذلك البنات كتزولوا لهم ديك الخيوط اللي كيكونوا من داخل، كتزوروه ضروري كتزولوهم. وكتبقاو تقطعوا الفواكه ديالكم طريفات صغارين، تقطع التفاح، تقطع بنان، التمر، المهم الفواكه كامله اللي ذكرت معكم كامله قطعوها طريفات. هنا من بعد ما قطعت جميع العناصر وهرمشت بيان، عندي هنا واحد 4 كيسات درهم، جوج ديال الايو وجوج ديال السيجار، والعصير ديالي هو واجد. المهم دابا غندوزو لطريقه التحضير. عندي هنا فلان، عندي هنا واحد المهم عدلته غير في الدار، السكر وفلان، وعدلت فلان في الدار وعدلته في الثلاجه. يعني هذا فلان عادي يا بنات، هذا بغيتو تعدلوا غير فلان اللي كنشريوه من الزنقه عدلوه راه ساهل. من بعد عندي كيسان هنا، وعندي واحد 5 د كيسان. كنبقى نضيف في اول حاجه كنبقى نضيف بنات فلان. المهم في القاع د الكاس كنضيف فلان، ومن بعد عاد كنبقى نضيف الفواكه. هنا للتزيين غنزين كؤوس بنات. كنعمل هنا الصوص ديال الشوكولات، اي صوص عندكم تقدروا تعدلوا، ديال الكراميل تقدروا تعدلوا الفريسه، اي صوص عندكم تقدروا تعدلوه. من بعد ما ضفت فلان بنات غنضيف ثاني مكون، غنضيف التفاح. في الكؤوس كامله كتضيفوا التفاح، وكذلك بنات كتضيفوا اللينغاس. من بعد ما كتضيف التفاح كتضيف اللينغاس. المهم الطبقه الثانيه اول طبقه د فلان، ثاني الطبقة د الفواكه،
ومن بعد ما كنضيف البنات ديك الفواكه بنان واللينغاس والتفاح، اي فاكهه عندكم البنات تقدروا تستعملوها. المهم انا عدلتكم داك الشيء الساهل واللي عندي متوفر في البيت. من بعد البنات كنضيف هنا ديك البيه اللي هرمشت معاكم، كنضيفو فوق ديك الفواكه. وكذلك البنات كنبقى نضيف هنا لافوكا. المهم هنا لافوكا راه انا كنضيف جوج مغارف، ومن بعد كنبقى نضيف ديك الكميه حتى كنعمر كؤوس. المهم هنا راه ضفت 4 مغارف ديال لافوكا كيف ما كتلاحظوا ما كيجيش العصير خفيف، راه كيجي العصير ثقيل. هنا غنرجع نضيف 3 مغارف في كل حاجه، وغنرجع كذلك نكمل 4 مغارف من في الكؤوس كاملين. يعني كتنزلوا على قد استطاعه اللي بغيتوها بناتي باش ما يعمروش كيسان بزاف. هنا نزلت 4 مغارف في كل كاس د لافوكا. من بعد كنرجع ننزل نفس الفواكه اللي نزلتها في الطبقه الثانيه، التفاح، بنان واللينغاس. وكذلك غنبقى نزين هنايا الطبقه ديال الفواكه من فوقي. كنتمنى ان شاء الله تكون الطريقه سهله ويعجبكم هذا الزعزع هذا بنات، راه كيجي خطير ما نقولكمش. واحد بنا فيه جا كيحمق. تقدروا تعدلوا في رمضان، تقدروا هيدا تعدلوا في العشيه. الله يدخل علينا شهر رمضان يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين. المهم البنات من بعد ما كنضيف الفواكه كنبقى نضيف كذلك ديك المكسرات اللي حضرت معكم ووريتكم في اول فيديو، قرقاع وتمار وبيان. اي حاجه بنات عندكم تقدروا تعملوها، الزبيب اللي متوفر عندكم البنات تقدروا تستعملوه. هنا غنبقى نضيف التمار وغنبقى نضيف القرقاع وكذلك غنبقى نضيف بيان. كيف ما كنقول لكم اي حاجه متوفره عندكم د الفواكه تقدروا تستعملوها. اكاجو عندكم، البندق اللي عندكم البنات تقدروا تستعملوه. انا عملت لكم ديك الشيء يعني ديال اللي تقدر تعدليه دائما واللي كيكون متوفر في كل بيت، يعني بيت بسيط. زعزع بسيط بنات، هذا زعزع ديال ساجة ساهل وسريع وما كيديش معكم بزاف د الوقت وغير مكلف. كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم هاد لا فيديو هذا، وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء والاحباب لتعم الفائده. واللي باقي ما مابونيش كنقولوا مرحبا والف مرحبا. البس بيتكم قناتكم وقناتي بكم تكبر. زعزع بنات ديالنا كيجي على هاد الشكل هذا كيكس زينت به كيف ما كتلاحظوا، كيجي غزال كيحمق. واحد زعزع ما نقولكمش كيجي رائع لا في المنظر بنات ولا في مذاق، حتى هو كيجي غزال كيحمق. وكيف ما كتشوفوا ديك الصوص ديال الشوكولات كتعطيه واحد النظره رائعه بنات. زعزع سهل وبسيط، وكنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وعجبكم هاد لا فيديو. وعنقول لكم الكبيدات ديالي غنخليكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.